السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في حلقة جديدة من سلسلة دروس مهمة مع فتوح. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم البرامج اللي بتستخدم في الشغل والدراسة والعروض التقديمية، برنامج مايكروسوفت باوربوينت. فيلا بينا نبدأ. السلام عليكم، ونبدأ على طول. أول حاجة نفتح البرنامج، هروح على البحث. تمام، نكتب باوربوينت، بي او. تمام، مايكروسوفت اوفيس باوربوينت، هنقوم فاتحينها. تمام، ده شكل الباوربوينت اول ما بيفتح. طيب النهارده بالظبط هنتعلم ايه هو الباوربوينت، ازاي نفتح البرنامج زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، ازاي نضيف شرائح اللي هي بيبقى اسمها سلايدز. تمام، ونكتب فيها نصوص، ازاي نضيف اشكال مثلا او صورة. تمام، بنحطها في البرزنتيشن بتاعنا، وازاي في اخر الشغل بنعرض ال ال الشغل بتاعنا بشكل احترافي. تمام، فاول حاجه معانا هنا هنضيف سلايد. خلينا نقول ان انت بتعمل برزنتيشن للشغل بتاعك. تمام، والبرزنتيشن دوت مثلا بيتكون من 4 أو 5 سلايدز. تمام، عندنا هنا ده اول سلايد. تمام، زي نعمل سلايد ماشي، بتيجي على كلمه نيو سلايد. تمام، وتدوس عليها. تمام، دي اشكال السلايد اللي انا ممكن اضيفها. تمام، بيبقى مكتوب فوق العنوان مثلا او الكتابة، او ان انت مثلا بتدوس على السلايد نفسه وبيعمل لك نفس السلايد بالظبط. خلينا نقول 3 4 5. حلو الكلام. تمام، يبقى عندنا 5 سلايد. دي اول حاجة معانا، ازاي نعمل او ازاي نضيف سلايد. تمام، دلوقتي عايز اغير الديزاين بتاع السلايد، الشكل بتاعه. هروح على كلمة ديزاين. تمام، وادوس عليها. تمام، دي الاشكال اللي انا ممكن اغير بيها. كل ما ادوس على واحده هتبص تلاقي الديزاين بيختلف عندي. تمام، زي ما انتوا شايفين، كل ما بدوس مثلا عايز الشكل ده، الشكل ده. تمام، عايز الشكل ده. تمام، فخلينا ناخد حاجه بسيطه اللي هو الشكل ده مثلا. وطبعا على حسب ما انت عايز، كل ما بتدوس على ديزاين تمام بيختلف الشكل معانا. تمام، بعد كده هنروح على الكتابه، ازاي ان احنا نكتب نص. تمام، هنا هكتب مثلا النص بتاعي. هنقول مثلا النص بتاع عن مخاطر التدخين. تمام، وهكتب هنا مثلا نبذة عن مخاطر التدخين. التدخين مثلا عادة خطيرة تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع. في هذا العرض سنتعرف على أهم أضراره على الجسم والحياة اليومية. تمام، ده بقى عندي أول سلايد. تمام، هروح على السلايد التاني مثلا، وهعوز أضيف صورة. تمام، هاجي على كلمة insert. تمام، واجي على كلمة picture، وادوس عليها اللي هي صورة البيتشر ديت، صورة الصورة. تمام، بكون حافظ عندي صورة معينة على الديسكتوب مثلا، واحط مثلا الصورة ديت insert. تمام، بقت موجودة عندي. حلو الكلام. طيب بعد كده هنيجي مثلا على السلايد الثالث ده، ونكمل موضوعنا عن أضرار التدخين. هنقول هنا مثلا تمام أضرار التدخين على الجسم، ونكتب الموضوع بتاعنا. تمام، بقى عندنا كده 3 سلايد. هنيجي مثلا على السلايد الرابع نكمل. هنيجي على التايتل مثلا، نقول أضرار التدخين على الآخرين، اللي هو التأثير السلبي. ونكتب عن التدخين السلبي في الموضوع. بعد كده عندنا 5 سلايد، اللي هو خلينا نقول ده آخر حاجة. العنوان بتاعنا مثلا هيكون عن طرق الإقلاع عن التدخين، ونيجي نكتب الموضوع. هنكتب عن الموضوع كامل. تمام، كده بقى عندي باوربوينت برزنتيشن مكون من 5 سلايد. تمام، ده البرزنتيشن بتاعنا. طيب كامل بعد ما كتبت كل حاجة عن الموضوع وكتبت كل العناوين. طيب ازاي نعرضه؟ تمام، وفي الاخر هنشوف ازاي نحفظه. تمام، اول حاجة لما تيجي تعرض
البرزنتيشن بتاعك هتيجي مثلا على السلايد شو دي، تمام، وتدوس على مثلا slide from the beginning او show from the beginning، دوس عليها كده. ده بقى عندي البرزنتيشن بتاعي، تمام، زي ما احنا شايفين كده، تالت سلايد، رابع سلايد، وادي خامس سلايد، بقى عندي كله البرزنتيشن كامل، تمام. دلوقتي عايز احفظ البرزنتيشن بتاعي مثلا على الكمبيوتر، هاجي على كلمة هوم، شايفين علامة الفلوبي ديت، تمام، اللي هي سيف، بدوس عليها، تمام، واسمي مثلا السلايد بتاعي زي ما انا عاوز، او البرزنتيشن بتاعي زي ما انا عايز، مثلا خلينا نقول ده مخاطر التدخين، واشوف هعوز احفظه فين في الكمبيوتر بتاعي، مثلا على الديسكتوب، تمام، وادوس سيف، تمام. زي ما انتوا شايفين هنا على الديسكتوب مخاطر التدخين، بدوس كليكتين وبقى عندي البرزنتيشن بتاعي جاهز، تمام. طبعا في حاجات كتير ممكن نستخدمها، تمام. انا بس اديتك او اديتكو المعلومة الاساسيات. في حاجات كتير انتوا ممكن تستخدموها هنا، تمام، زي الديزاينز، في كذا كذا شكل، في كذا ستايل، ممكن نغير في الوان الكلام، في الوان الباك جراوند نفسها، تمام. ممكن نخلي شكل البرزنتيشن نفسه مختلف، ولكن لو اتبعت الخطوات البسيطة اللي انا عرضتها النهاردة هتقدر بمنتهى السهولة تعمل سلايد بسيط زي دوت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشارك الحلقة مع اصحابك عشان كلنا نستفيد، واشترك في قناة دروس مهمة مع فتوح عشان توصلك الحلقات الجديدة اول باول، واكتبوا لي في التعليقات لو عندكم اي استفسار. سلام عليكم.